منذ حوالي أسبوع قام عنصر من جبهة النصرة باقتحام سجن حلب المركزي بسيارته قبل أن يفجر نفسه، وتقوم على الأثر أعداد كبيرة من المقاتلين باقتحام السجن. لكن الخبر تفاعل بعدما عرف أن الانتحاري هو بريطاني الجنسية ويدعى عبد الوحيد ماجد. ولكن لمن لا يعلم، فإن ماجد كان يعمل في بريطانيا سائقا للشيخ اللبناني عمر بكري فستق قبل أن يبعد الأخير منها منذ حوالي 9 سنوات، بحسب مقال نشرته صحيفة لندن إيفنينغ ستاندرد البريطانية. أضافت فيه أن الانتحاري عبد الوحيد ماجد كان يسجل وينظم محاضرات الشيخ بكري في لندن. لم يكن سائقا عندي، فأنا ليس عندي لا سائق ولا مرافق. كان من طلبة العلم الشرعي في كلية الشريعة لتعليم أصول الدين في لندن، فرع مدينة كرولي، التي كنت أذهب إليها أسبوعيا لإلقاء المحاضرات، وكان يلتقي بي عند محطة القطار، ثم يأخذني إلى قاعة المحاضرات، وبعدها كان يأخذني هو وبعض الطلبة بسيارتهم إلى بيتي في شمال لندن. فستق أشار إلى أنه كان يعرف ماجد بين عامي 96 و 2003. وكان شابا صاحب حياء وخدوم، ويتمنى أن يموت في سبيل الله. كان يطلب الجهاد في سبيل الله، كان يتفانى في الدعوة في مدينة كرولي، وكان خدوما ودبلوماسيا يستطيع أن يتحرك بشكل جيد ولائق بين كل الطوائف والمذاهب والفرق هناك. أسأل الله تعالى يتقبله من الشهداء، ولكن لا يعني بأنني أنا الذي جندته. بكري الذي لم ينفي فخره بما قام به ماجد في حلب ختم مؤكدا أنه لم يسمع عنه شيئا منذ عام 2004.